بيحكي وبيقول زمان وانا في ابتدائي امي كانت لازم تخليني افطر كويس قوي قبل ما انزل من البيت، وده كانت مشكله كبيره ليا اتعلمت بسببها اعظم درس مر عليا في حياتي. ساعه الفسحه كنت الاقي زميلي اللي جنبي طلع سندوتشاته وبياكلها وهو مستمتع بيها جدا جدا، وانا اطلع سندوتش الطعميه الاقيها بارده وملهاش طعم وما تفتحش النفس، اقوم شايلها زي ما هي في الشنطه واقعد متضايق. وفضلت على الحال ده كتير لغايه ما في يوم جت مدرسه مستحيل اقدر انساها، كانت بتتكلم مع كل واحد فينا كاننا كبار ودايما مبتسمه وبتعاملنا زي ما تكون ام لكل طفل فينا. المهم في يوم كنت قاعد في الفسحه متضايق وشايفاني المدرسه جت وقالت لي مالك قاعد لوحدك ليه؟ انت معكش سندوتشات تاكلها زي زميلك اللي جنبك؟ قلت لها معايا بس انا سندوتشاتي مش حلوه زي سندوتشاته. قامت المدرسه قالت لي يعني انت نفسك تبدل مع زميلك؟ بصيت لها كده بكل سعاده وانا بقول لها يا ريت. راحت المدرسه واقنعت زميلي انه يبدل معايا سندوتشاته، وبالفعل زميلي وافق. لكن ساعتها حصلت حاجه غريبه، لما جيت اكل سندوتشات زميلي لقيتها هديه برضه وملهاش طعم مش زي ما كنت انا فاكر. المدرسه لما لقيتني سبت السندوتشات تاني قالت لي انا حبيت اثبت لك ان العيب مش في السندوتش اللي معاك، العيب جواك انت. طول ما انت شبعان مستحيل تحس بنعمه السندوتش اللي معاك وتلاقي متعه لما تاكله. زميلك علشان بياكل وهو جعان فعلا بيلاقي الاكل حلو جدا وانت بتلاحظ انه مستمتع قوي باكله. مستحيل تحس بقيمه النعمه اللي معاك طول ما انت مش حاسس بقيمتها. هتفضل طول حياتك عايش في تعاسه وفاكر ان كل الناس معاهم حاجات احسن منك وانت الوحيد المظلوم، وتعيش في عتاب شديد مع ربنا وفاكر ان هو ظلمك. صدقني لو بدلت حياتك مع حد ساعتها هتحسده على النعم اللي انت كنت فيها. بنعرف قيمة اللي معانا لما نتحرم منها. انت غني باللي معاك. بس كده، سلام عليكم.